سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم معكم المعلكه تاع القرقاع اللي كتجي رائعه جدا ولذيذه، سهله جدا في التحضير. تبعوا معايا غير المراحل وغادي تنجح لكم اكيد. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليها جيم وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وكنشكركم بزاف على لي كومونتير تاعكم اللي كيشجعوني وكيحفزوني اكثر. خليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نصف ساشيه ديال الخميره الكيماويه اي 4 غرام، ونحتاجو ساشيه ديال الفاني من وزن 8 غرام، كاس مع مرش تاع سنيده، ونحتاجو ايضا 650 غرام ديال القرقاع اللي نقيناه ومسحناه من قبل بطبيعه الحال، ونحتاجو 3 المعالق كبار عامرين تاع الدقيق، 2 حبات تاع البيض في حراره المطبخ، و2 معالق ديال مربى المشمش. اول مرحله غادي ناخذ الهاشوار وغادي نضيفوا الكميه كامله اللي عندنا تاع القرقاع صافي، ومباشره غادي نطحنوه. هنا كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تنيلوه كيف ما درت انا، او بغيتو تخليوه شويه مهرمش. هنا كيبقى لكم الاختيار، طحنوه كيف ما بغيتو. انا هنايا يعجبني يكون منيل مزيان. صافي غادي نكتفيو بهذا القدر هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. طحنته مزيان على هذا الشكل. صافي دابا غادي ناخذوا قصريه ولا اناء يكون غارق، كنضيفوا قبيصه الملحه ضروري لتصحيح الذوق. غادي نضيفوا البيض، كاس مع مرش تاع سنيده، وايضا ساشيه تاع فاني من وزن 8 غرام. كناخذوا الطراب اليدوي وكنبداو نخلطوا فيهم على هذا الشكل، ولا بيديكم اللي بغيتو كيبقى لكم الاختيار. صافي كنخلطوا جميع العناصر حتى كيتجانسوا لنا، وفي نفس الوقت حتى كتذوب لينا سنيده مع البيض. صافي ودابا غادي نضيفوا المربى المشماش. بالنسبه اللي ما توفرش عليه يمكن يضيف 2 معالق ديال العسل ولا 2 معالق ديال الناباج، بحال كيضيفوا نفس التعليكه. صافي كنخلطوا مزيان جميع العناصر حتى كيتجانسوا لينا، ومباشره كناخذوا القرقاع اللي كنا طحنا من قبل، كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا صافي، وكنخلطوا هكا حتى كيتجانسوا لينا جميع العناصر. ومباشره غادي نضيفوا الدقيق 3 المعالق صافي، وكنخلطوا مره اخرى حتى كيتجانسوا لنا جميع العناصر. بالنسبه للدقيق هو اللي كيخليها لينا واقفه وما كتزيدش تسيح لينا في الفرن. صافي كنستمروا هكا في التخلاط حتى كيبدا يعقد لينا الخليط. لحدنا حنا كنحركوه وكيزيد يعقد، واللي بقات ليها جاريه يمكن تضيف ملعقه اخرى تاع الدقيق. صافي كنستمر بنفس الطريقه، ومن بعد غادي نضيفوا نصف ساشيه تاع الخميره الكيماويه وكنخلطوا مزيان صافي، وكنستمروا هكا في التحراك حتى كنبداو نحسوا بالخليط ديالنا بدا كيعقد وما بقاش كيلتصق لينا نهائيا في اليدين على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي دابا راه اصبح جاهز. مباشره غادي ناخذوا البلاستيك غذائي وغادي نغطيه وغادي ندخلوه للثلاجه لمده ديال 3 او 4 ساعات حتى كيزيد يعقد لينا مزيان. ها هو الخليط تاعنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه. بالنسبه ليا خليته 4 ديال السوايع كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجينا عاقد وما كيبقاش يلتصق نهائيا في اليدين. وهذا سر من اسرار تاع المعلكه تاع القرقاع باش كتجينا ناجحه وكتجي معلكه وايضا لذيذه. صافي هنا كناخذ اناء وكنضيفوا فيه الماء الزهر وكنبداو ندهنوا فيه يدينا مزيان. صافي وكنبداو نشكلوا كريات كبيره صغيره او متوسطه، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا شكلتهم متوسطين. صافي كنبدا ندهن يديا باستمرار وكنبداو نشكلوا الكريات الحجم اللي بغينا بطبيعه الحال. صافي انا نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي من الخليط. من بعد ما شكلنا الكريات تاعنا كاملين مباشره كناخذوا سكر ثقيل او سكر كلاصي، النوعيه تكون جيده ضروري. كناخذوا الكره الاولى كنوضعوها هكا مزيان، كنفندوها في السكر الثقيل.
خاصها تجي مغطية كاملة صافي. ومباشرة كنوضعوها في صفيحة الفرن اللي فرشنا لها ورق الزبدة ضروري لأنه كيساعدنا الحلويات ديالنا ما كتلتصقش لينا. صافي كنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نفندو الكريات اللي عندنا كاملين بالسكر الثقيل. من بعد ما فندنا الكريات تاعنا كاملين مباشرة غادي ناخدو الكركاع وغادي نزينو بهم الكريات من الفوق. على هذا الشكل هذا كناخدو كل نصف حبة من الكركاع وكنوضعوها في كل قطعة، كنضغطو مزيان على هذا الشكل هذا باش كتلتصق لينا. ومباشرة غادي ندخلوها الفرن اللي سخناه من قبل على نار اللي هي متوسطة. كنديرهم من الفوق حتى كي طيبوا لنا ويتشقوا لينا مزيان، عاد كنزلهم لتحت يكملوا الطياب تاعهم. ها هو الشكل تاعهم من بعد ما خرجناهم من الفرن. دابا غادي نوضعهم على جنب ونخليهم حتى كيبردوا لينا تماما، عاد غادي نحيدهم من صفيحة الفرن. ها هو الشكل النهائي تاع المعلكة الكركاع من بعد ما بردت لينا تماما وحيدناها من صفيحة الفرن. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجينا مشقة وطيبة مزيان، وايضا كتجي معلكة ولذيذة بزاف. اكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب تاعكم. كيف ما لاحظتوا معايا ما كتاخدش نهائيا الوقت وكتوجد لينا بسرعة. غير تبعوا غير المراحل واكيد غادي تنال الاعجاب تاعكم وغادي تجيكم معلكه من الداخل ولذيذه بزاف. الوصفه تاع اليوم كنتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. الا كنتو اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه، ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كنضرب لكم موعد جديد ووصفه جديده مع ديليس ادري، وكنقول لكم الى اللقاء.